شعرتنا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه در وتقوى مدفع يضرب طبلة تعيد الليل بيطول على حسنا الأحباب يتلموا شوفوا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير يا رب. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اتأخرت عليكم معلش، كنت تعبانة شوية بس الحمد لله اول ما لقيت نفسي كده كويسة قلت اعمل معاكم الفيديو الحلو الجميل اللي ان شاء الله يعجبكم. فيديو كده كله اجواء رمضان، كله مشتريات تفريزات رمضان وكمان كرتونة رمضان. وزي ما قلت لكم انا متعوده ان انا اجهز قبل ما اعمل معاكم اي حاجه. بس قبل ما نبدا الفيديو ونشوف جبنا ايه لمشتريات رمضان او تفريزات رمضان او كرتونة رمضان، زي ما اتعودنا نصلي على سيدنا محمد ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويحفظهم، اللهم امين يا رب العالمين. مبدئيا كده هنعمل الاول، يعني هبين معاكم الاول المشتريات اللي هي هنفرزها ان شاء الله لرمضان باذن الله تعالى. طبعا اليومين دول موسم الملوخيه وكمان الباميه، تمام كده؟ دول اول حاجتين انا متعوده افرزهم معاكم. طبعا الملوخيه الحزمه دي كلها او الربطه دي كلها كانت ب5 جنيه، فانا جبت 6 ربط او 6 حزم زي ما بتقولوا ب30 جنيه، تمام كده؟ بس طبعا بينت لكم بس ايه ربطتين. والباميه ديت كانت ب30 جنيه، والباميه كانت واقفه على 45 جنيه وما بتنزلش، بس جبت الكيلو دوت ب30 جنيه. وانا بصور معاكم بقى والله يا بنات زي ما بقول لكم كده، لقيت كده ابو زياد دخل وجايب لي شنطه باميه بسم الله ما شاء الله من اسكندريه. طب ايه الباميه دي؟ الباميه مش بلدي، باميه مش عارفه اسمها ايه، مستورده او مش عارفه، باميه كده طويله شويه خضراء. وجايب الشنطه دي كلها بكام بقى؟ مش هتصدقوا والله، انا ما بقيتش مصدقه. الشنطه دي كلها كانوا كده في اسكندريه، كان حاطط صغنونه، ودي صغنونه برده بس طويله كده شويه، يعني الشنطه دي كلها خدها ب50 جنيه، تمام؟ جيت اوزنها كده قال لي الراجل قايل له دي يجي مثلا 3.5. صراحه انا قلت عايزه اشوفهم قد ايه، فوزنتهم لقيتهم كام كيلو، لقيتهم 4 كيلو الا ربع بالظبط. بكام؟ ب50 جنيه. طبعا ايه الحمد لله بسم الله ما شاء الله، يعني قلت خلاص كده تمام تمام، هاخد بقى الكيلو ده على ال4 كيلو الا ربع دول وافرزهم انا وانتم ان شاء الله لرمضان، تمام كده تمام كده. وورق العنب برده دوت هيتفرز برده لرمضان ان شاء الله، لان انا ما جبتش، فده كيلو كان ب50 جنيه. بس يعني ايه مش كله حلو بصراحه، يعني في ورقه ناعمه ورقه خشنه كده، بس برده حلو وجميل، وبرده ايه هيتفرز لرمضان باذن الله تعالى. يعني كده عندك ايه بقى؟ الملوخيه والباميه والورق العنب ده ان شاء الله لتفريزات رمضان، وهنعملهم مع بعض. ما عدا طبعا الورق هعمله دلوقتي، لان طبعا يعني لو قعد هيجرى له حاجه وكده. فورق العنب ما فيش اسهل منه، انت بتاخديه تنضفي كده العنقود بتاعه وتحطيه في بعض وتلفيه بالاسترتش راب او في كيس وتحطيه على الفريزر، مش اكتر من كده، مش بسلقه، تمام كده يا بنات؟ تمام كده. طيب جبت ايه بقى للبيت؟ جبت كوسه وبتنجان وفلفل، وهعمل اكله محشي، واخد طبعا حبه ايه ورق عنب من اللي انا جايباه دوت برده، ايه هعمل حله كده صغنونه، تمام كده تمام كده. فجبت الورق العنب كان ب50، وربطه الملوخيه ب5 جنيه، والباميه زي ما قلت لكم ب30 في السوق، تمام؟ وكمان الخضره هي اللي غاليه جدا جدا يا بنات. انا عندي خضره متفرزه والله من رمضان، بس طبعا ايه انا بحب برده الخضره يعني حتى لو احط متفرزه يبقى فيه برده اللي هي فريش. فدي حاجه كده اسمها فليه، دي للشاي زي النعناع كده يا بنات، وكمان حزمه نعناع وخضره بقى شبت وكزبره. الشنطه دي كانت ب30 جنيه يا بنات، الخضره غاليه جدا جدا. الحزمه كده ب3 جنيه تقريبا، 3 جنيه. فالشنطه دي كانت بكام؟ كانت ب30 جنيه والله العظيم، 30 جنيه. الخضره في الشتاء بتبقى مضيعه خالص خالص، فعشان كده بنقول ايه بقى في دخلة الشتاء التفريزات الحلوه والخضره والخضار كله بيبقى في الشتاء جميل. فانا عندي لسه والله من تفريزات رمضان 2024، وعندي كمان خضار من 2023. يعني بسم الله ما شاء الله التفريزات حلوه جدا جدا يا بنات، وبتنفع توفيرا ووقتا وفلوس وصحه وكل حاجه. فخلصت كده مشتريات
الخضار ويلا نسمي الله ونشوف المشتريات التانية. يا بنات على الجمال والحلاوة بصراحة. اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده هشيله رمضان لديكور رمضان كده معاكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم كده. دي قلة، يعني طبعا كلنا عارفين القلة تلاجة زمان الحلوة كده اللي بتعمل مية كده من بره وتبقى متلجة، بس طبعا القلة ديت ملونة وكده، فابو زيد جابها لي يعني عشان انا يعني هو عارف ان انا بحب ايه ديكورات رمضان وكده، وهي شكلها رمضاني قوي. بسم الله ما شاء الله. فطبعا هي بالغطا جايب لي 2، اللون الاخضر دوت واللون اللي هو فيه ابيض. بسم الله ما شاء الله، عجبوني جدا جدا يا بنات والله بجد، حاجه كده تحفه وناعمين كده وحلوين وديكور عجبني بصراحه. فانا هشيلهم برضو ان شاء الله لرمضان لما نيجي نعمل الديكور مع بعض زي ما احنا ايه متعودين. وباذن الله تعالى كل فيديوهاتنا اللي جايه ان شاء الله رمضان واجواء رمضان وتفريزات رمضان، واحلى حاجه بنعيشها مع بعض هي اجواء رمضان. تمام كده. فايه اللي هيقول لي بقى يعني رمضان لسه بدري والظروف والكلام والحاجات دي كلها، طبعا انا عارفه كل ده والله يا بنات، وعارفه ان الاعمار بيد الله، وعارفه ان احنا يعني ما حدش ليه في نفسه حاجه، ما احنا بنعمل اللي علينا وبنفرز وبنجيب كل حاجه، ولو ربنا ما قدرش يبقى اللي بعدينا البيت عمران. تمام كده. وربنا يبارك في عمر الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا جايبه المكرونه ديت، عايزه اقول لكم انها نازله عرض في فتح الله ب 11 جنيه الا ربع. تمام كده. ب 10 جنيه 75. تمام كده. فما شاء الله جبت كميه هشيل منها لكرتونه رمضان وكمان للبيت. فاللي عايزه بقى تروح تلحق العرض ده في فتح الله، فتح الله كفر الدوار اللي هو الجديد. تمام كده. تمام كده. وكمان في اقتراح كده حبيبتي كده دخلت وقالته لي، انا قلت لها انا هقوله في الفيديو الجاي ان شاء الله على كرتونه رمضان. عايزه يعني هي قصدها انا طبعا انا بعمل كرتونه رمضان، فهي كرتونه رمضان برضو يعني برضو بتبقي شايله لشنط رمضان. تمام كده. بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان انا عندي من كرتونه رمضان لسه، بس هي بتقول ايه يعني بدل ما نشيل احنا نعمل حصاله يعني تكون ديت لايه شنط رمضان. بتقول لي كمان حتى لو احنا ظروفنا مش حلوه برضو نعمل الحصاله دي حتى لو هنطلع شنطتين. وبصراحه رايها عجبني جدا جدا. فاللي مش هتقدر تشيل حاجات في كرتونه رمضان ممكن تعمل الحصاله لكرتونه ايه رمضان اللي هي هتطلعها ان شاء الله. وزي ما بيقولوا يا بنات اللي من ندر ووفي، يعني هاتي قليل واوفي بالندر اللي يبقى عليكي. يعني لو حتى تطلعي شنطتين حلو قوي وجميل واحساس جميل جدا وشعور طيب منك ان انت تفرحي بيت واثنين وثلاثه. ففكره ان انت تشيلي حاجات في كرتونه او حصاله فالاتنين واحد، دي هتلاقي ودي هتلاقي. فانا عايزه اقول لك يا حبيبتي هي كان تقريبا اسمها هند. الكرتونه انا مثلا بجيب مشتريات الشهر بيتبقى مني مثلا ببقى عامله حسابه كيسين او كيس بشيله، برضو ده بيبقى برضو طريقه حلوه جدا جدا ان انا بلاقي الكرتونه فيها سكر ومكرونه وزيت وسمنه وصلصه وملح وكمان بنجيب برضو اللي هي البهارات بتاعت رمضان وغير رمضان كمان. بس احنا احساسنا كده واحنا شايلين لرمضان بيبقى احساس جميل جدا جدا وشعور محدش ابدا يعني تقدري توصفيه الا نفسك هي اللي بتوصفه. تمام. ففكره الحصاله ان انا بس اطلع على قد ما قدرت شنطه او اتنين، دي فكره جميله جدا جدا. حتى لو هتشيلي كل يوم جنيه حتى او 2 جنيه، فانت هتيجي على رمضان هتطلعي شنطه واثنين وثلاثه. لان طبعا يعني انا بشيل ليا بنات كمان الظروف وحشه جدا جدا واليومين دول الحاجه غاليه فما اعرفش اللي جاي ايه. فانا لما اجيب مكرونه واعمل حسابي في كيسين او اجيب الزيت بتاع التموين او من فتح الله او ايا كان واشيل ازازه منه لكرتونه رمضان، هاجي على رمضان عندي نواشف كلها وعندي السمنه وعندي الزيت وعندي كل حاجه. تمام كده يا بنات. يا رب يكون ايه الفكره عجبتكم. انا صراحه عجبتني برضو ان انا لو انا مش هقدر اشيل ولا اعمل كرتونه رمضان او انا مثلا خايفه من الحر او الحاجات دي كلها، برضو هقول لك تعملي ايه. بس لو انت فعلا مش عايزه تشيلي يبقى حصاله برضو جميله جدا جدا. حق كيسين المكرونه هحطهم في الحصاله ويبقى ان شاء الله على رمضان معايا اجيب شنطه واتنين وكمان اعمر بيتي. تمام كده. تمام كده. وانا برضو بعمل حصاله رمضان لو انت ما كنتيش متابعيني وكده، فانا بعمل حصاله رمضان برضو لو حاجه قصرت بجيبها برضو لكرتونه رمضان. تمام كده يا بنات. طيب انا دلوقتي جايبه مكرونه وجايبه رز. طب انا الرز ده هعمل ايه فيه؟ ده احنا في الحر
انا دلوقتي جبت كيسين مكرونه، انا هاخدهم الشهر الجاي اكون جايبه مكرونه تاني، اخد القديم واحط جديد سلف. يعني زي ما انا بقول لكم كل فيديو بقول لكم ايه، انت لما بتستلفي حاجه من حد مش بترجعيها، فانت اللي هتستلفيه من كرتونه رمضان هترجعيه تاني. انا هنا جايبه شكاره الرز دي 10 كيلو ب 270 جنيه يا بنات، رز الهنا تمام كده. وازازه الزيت ديت كانت ب 75 جنيه تمام. طبعا انا بشيل ازازه وباخد مثلا 2 كيلو رز اشيلهم، والشهر الجاي بحط 2 كيلو رز تانيين، اخد القديم واحط 2 تانيين، يبقوا كده بأربعة، أو كيلو يبقى كده 2 تمام كده. طبعا المشتريات ديت أنا الزيت والسمنة جايباهم ويعني سايباهم عشان أعمل معاكم الفيديو ده. ودي علبة السمنة مثلا 1.5 كيلو، هشيلها لو احتجتها خدتها، لأن السمنة بتبقى صلاحيتها سنتين تقريبا يعني تمام. فانا طبعا ايه لو سمنه صلاحيتها قربت برضو، لو جبت علبه سمنه انا هاخد دي واحط العلبه التانية، وهكذا وهكذا. عايزه اقول لكم يا بنات اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. انا كنت عامله كرتونه رمضان والحمد لله ربنا قدرني وطلعت منها الحمد لله، ومليت بيتي ومليت المطبخ والتربو، بسم الله ما شاء الله، حاجات يعني الله اكبر. يا رب كده يملى بيوتنا بالخير والفرحه ويعمروا كده ان شاء الله ببركه كده بسم الله. وانتي بتجيبي الحاجه كده تقولي ما شاء الله، املي كده حاجتك بالبركه بكلمه بسم الله ما شاء الله. حتى لو لنفسك قولي بسم الله ما شاء الله، عشان ما بيحسد المال الا اصحابه تمام كده. فتملي قولي بسم الله ما شاء الله. غصب عنك ممكن تحسدي نفسك عادي جدا، لا انت كل ما تجيبي حاجه ما شاء الله، يا رب قدرني، يا رب انا بعمل خير وقدرني عليه، يا رب كرمني وارزقني بالخير اللي انا ناويه اعمله، وربنا هيرزقك وهتملي كرتونه رمضان وهتجيبي كرتونه واثنين وثلاثه. ليه؟ عشان انت ناويه الخير. طبعا الكرتونه دي حاجه وحصلت رمضان دي حاجه تانية. طبعا الفيديو الجاي او اللي بعديه هيكون حصلت رمضان وكرتونه رمضان باجواء رمضان زي ما احنا متعودين. طبعا زي ما قلت لكم المكرونه كان نازل عليها عرض ب 11 جنيه الا ربع، وكمان الرز ال 10 كيلو ب 270 جنيه، يعني الكيلو كده ب 27. وكمان جبت البهارات دي من فتح الله برده، العلبه يعني مثلا السماق ده كان ب 38، حبه الكزبره دول ب 8 جنيه ونص، حبه كمون ب 10 جنيه مثلا. هتجيبي بهارات وهتجيبي كل حاجه. وازازه الخل دي كانت ب 18 جنيه ونص. وكمان جبت البسبوسه. طيب احنا كمان هنشيل بسبوسه؟ طبعا نشيل بسبوسه لان رمضان اصلا حلويات تمام. فطبعا ايه كيس البسبوسه ده كان من دريم، بس طبعا هشيله في التلاجة تمام كده. كان بكام؟ كان ب 49 جنيه او 47 جنيه، يعني دي في واحده ب 49 وفي واحده ب 47. اللي هي ب 47 49 دي فيها يعني كيس كده صغنون جوز الهند على مكسرات، والله يا بنات لا يذكر يعني تمام. وكمان العلبه الثانيه ساده تمام كده. هشيل واحده ان شاء الله وهعمل واحده باذن الله تعالى. ده واحدة كده. واللهم بلغنا رمضان، اللهم امين يا رب العالمين، يا رب بلغنا رمضان واحنا لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. وزدنا يا رب ما تنقصنا يا رب كده، يعني يكرمنا كده بالخير يا رب يا بنات. والله يعني احساس ان انت بتشيلي حاجة رمضان ده احساس جميل جدا. واللي بيخش بيهاجم القنوات اللي هي رمضانية او بتحب رمضان، والله يا بنات انا عندي الزينة لسه متعلقة. يمكن واحدة حبيبتي في القناة اختي برضو دخلت قالت لي ده الزينة لسه موجوده. هي تقول يعني لو انت قلتي، شوفي انا مش فاكره الاسم بالظبط، بس لو انت سامعاني قولي اللي انت قلتي كده. يعني بجد الزينه لسه موجوده، ارجعوا للفيديوهات هتلاقوا الزينه على الباب بسم الله ما شاء الله. يعني كل الراديو كل ده اجواء رمضان عندي، الفوانيس لسه موجوده كله قدامي. فانا بحب رمضان واجواء رمضان، فما تخشوش يا بنات تكسروا فرحه اي واحده عامله قناه رمضانيه، ما تكسروش بخاطرها وتقولوا لها كلمه تزعلها. يعني ارجوكم لو سمحتم بجد، مش عاجبكم اجواء رمضان ولا عاجبكم احساس رمضان، ما تخشوش القناه وما تجرحوهاش وما تزعلوهاش. وجبر الخواطر على الله، خليكي كده من جبارين الخواطر، اجبري بخاطر الناس الطيبه الناس الحلوه الناس اللي بتديكي اجواء فرحه اجواء سعاده في بيتك. حبيها، لو انت بتحبيها هتخشي وتقدريها، ما بتحبيهاش وما بتحبيش اجواء رمضان ما تخشيش وتجرحيها تمام كده. انتوا احلى اخوات في الدنيا يا بنات، والله بحبكم في الله كلكم والله والله.
والله. واهلا وسهلا بكل اللي دخل قناتي جديد، نورتوني وشرفتوني. واهلا وسهلا بحبايبي واخواتي اللي عندي في القناه، يا رب كده يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا، ولا من كلامكم الطيب اللي فيه جبر خواطر. لكم بالمثل كل كلمه بتقولوها لي، والله العظيم يا بنات انا بسمع كلام والله يعني انا لو قلتها عايزه حلقه بحالها، عايزه فيديو بحاله كده ساعه. الكلام عليا والحب اللي منكم اللي ظاهر وانا حاساه. ربنا يا رب كده يديمكم نعمه في حياتي، ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم النهارده واجواءه عجبتكم. ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك يا بنات، لان اللايك دعم منكم ليا وحب، لان دي قناتكم قبل ما تبقى قناتي. وان شاء الله انتظروني فيديوهات حلوه كتيره باجواء رمضان زي ما بحبكم في اللي احلى اخوات وعيلتي الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.